يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه في المجره. معاكم شريف، ارجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب ونفعل زر الجرس، وعندك لينك الفيسبوك في اول كومنت. خش اعملي شير وفولو علشان الفيديو يوصل لكل الناس ونوجه اعلام الزملكاوي المنحاز. وبعد ما اكلنا اللحمه وشربنا الشاي وقعدنا وريحنا واتفرجنا على ماتش الزمالك والمصري، اتفاجئنا بفوز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد من نادي الزمالك. وهدفين رائعين هنفضل نتكلم عنهم طول الموسم، وبالاخص الهدف الثاني يعني تكتيك هايل، 1 2 كرة في المقص ورايحه زي الطلقه، وجون عالمي جدا. وزي ما قلت هنفضل نتكلم عنه طول الموسم. ونيجي بقى لضربة الجزاء بتاعة زيزو اللي الناس اتشالت واتحطت واتهبدت، وشفنا تجاوزات كتيرة جدا من طاقم الجهاز الفني بتاع الزمالك، واللي يعدي الخط ويخش الملعب والماتش شغال عادي، واعتراضات من المدربين على الحكام، وشفنا جوميز وهو بيزق الحكم الرابع، وشفنا سعيد وهو معترض على الحكم نفسه، وهو معترض على جوميز برضو. قصه. وده غير بقى ان احنا شفنا منظر مسيء جدا 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 للاعبي نادي الزمالك وهم بيتخانقوا، وهم عواد وعبد المجيد. شفنا منظر بصراحه لا يليق لا بنادي الزمالك ولا بتاريخ نادي الزمالك. يعني عايز بس اقول نبذه مختصره عن اللي بيحصل جوه التدريب. شفنا النادي الاهلي اتعرض لهزايم واتعرض لخساره واتعرض لجوان دخلت فيه معه، يعني ما حدش في حياته شاف لقطه زي اللي احنا شفناها من عواد النهارده دي. دخل بايده الاتنين في عبد المجيد وبيزعق له، والله اعلم اللي حصل بعد كده كمان واللي الكاميرا ما جابتهوش. بس ايا يكن اللي حصل ده يعتبر عار على فرقه كره القدم في نادي الزمالك، لان ده مش طبيعي يحصل. مهما حصل ما تتخانقش مع لاعب زميلك بسبب اي حاجه حصلت. فاللي انا شفته ده، لو في اداري محترم في نادي الزمالك هنشوف عقوبه على الاثنين دول، سواء بقى عقوبه ماليه بوقف او غيره. ولكن اللي حصل ده كان غير مشرف لنادي الزمالك. نرجع لكرة زيزو. الكرة جزء منها جوه الجون وجزء منها على الخط، وده يلغي الهدف. ده ما يحسبش الهدف. شوف هتجيبوها تودوها تروحوا بكره الصبح تجيبوا كلام وترجعوا تقولوه، هنفضل نحكي وهنرجع نقول برضو الكورة مش جون. وحصلت في كاس العالم اللي فاتت، في كاس العالم اللي فات شفنا كورة زيها بالظبط، كان نصها جوه الجون ونصها على الخط وبرضو ما اتحسبتش. وتقنية الفار اللي لغتها ومش حكم، يعني عشان بس محدش يقول الحكم حكم غلط او حاجة، لا دي جت على الشاشة تمام، والكورة نصها جوه الجون ونصها على الخط وما اتحسبتش. طيب ده بالنسبة لملخص ماتش الزمالك والمصري. وشفنا طبعا زي ما قلت خسارة نادي الزمالك، وشفنا ان هو نزل المركز ال11، وربنا يوفقه ويعينه على بقية الدوري. الموضوع التاني بقى واللي انا عايز اكلمكم فيه، واللي هو بصراحة يعني بالنسبة لي في منتهى الضحك، وانا مش فاهم بصراحة ليه كل الحوارات دي. اعلان ولاد رزق 3 القاضية. الناس اتشالت وقامت وقعدت تقول ازاي وما ينفعش يتقال كده، وما ينفعش الاعلام يطلع كده وتجيبوا لعيبه من الاهلي بس، وقصص واشمعنى قفشه وليه جابوا امام وقصه كده، وقعدت تتقال. يعني انا بس عندي استفسار بسيط. هو مبدئيا انا مش فاهم ايه المشكله ان ده يكون دعايه الفيلم. هتقول لي هو الفيلم ناقص؟ الفيلم فيه زخم من نجوم السينما المصريه، ومع ذلك برضو جايبين النادي الاهلي. لا الموضوع ده مقصود؟ لا، هو عادي، انا شايفه طبيعي، واي حد على فكره هيشوفه طبيعي. مبدئيا ده فكر ناس بتوع ماركتينج. يعني انا ايه المشكله لما انا ازود مشاهداتي جوه وبره، تمام، واجيب لعيبه النادي الاهلي يعملوا اعلان هايل ودعايه اعلانيه هايله جدا، انا شايفها ناجحه من وجهه نظري، واي حد بيفهم يقول لك دي دعايه ناجحه. واستخدموا مين؟ استخدموا قفشه ومحمد عبد المنعم، واستخدموا امام عاشور. اللي حارقكم مين بقى احنا مش عارفين يعني. اللي حارقكم مين في دول احنا مش عارفين. هل مثلا امام عاشور علشان هو رايح جه من الزمالك راح الاهلي وسيد رجب قالها في الفيلم؟ ولا هل مثلا قفشه عشان القاضيه والفيلم برضو اسمه الاسم بتاعه فيه القاضيه؟
ولا ايه؟ محدش فاهم. يعني انا محدش فاهم، ولا انتوا نفسكم محددين حد انتوا بتتكلموا عليه. انتوا كل اللي مضايقكم ازاي الاعلان يطلع كده. ماشي، يعني هنسيبنا من كل ده ونتكلم في نقطة الاعلان ده اتعمل ليه، واشمعنى الاعلان ده انتوا بتتكلموا فيه. في سنة 1994 لما انتوا خدتوا السوبر الافريقي وقعدتوا تتكلموا سوبر ايمن منصور سوبر ايمن منصور، وقعدتوا تغنوا بقى طول عمركم، لو انتوا كنتوا عملتوا فيلم عن السوبر الافريقي ده احنا ما كناش هنزعل. ليه؟ عادي يا سيدي، اعمل فيلم احكي عن انجازاتك، شيء في تاريخك انت بتبروزه عادي. انت متضايق من فكره القضيه بقت بصمه في تاريخ الكره المصريه، مش هتتشال. ما فيش كده جيل هيجي وهينسى حاجه اسمها القضيه. ولو يعني لو الزمن راح وعدى عليه سنين هيرجع ماتش القضيه ويعيد نفسه وهنفضل نتكلم فيه مدى العمر. فانا مش فاهم ايه اللي مضايقكم في حاجه زي كده. تمام. تاني حاجه، الناس بتتكلم فكره ان القضيه وما ينفعش تتقال، وانتوا كده بتضايقونا احنا كزملكاويه وليله كده. في الجزء الاول بتاع اولاد رزق سيد رجب كان طالع في مشهد بيقول لاحمد عز، بيقول له يا رضا ما تيجي الاهلي ده، الاهلي ده كله بطولات وانت عامل زي الزمالك بيجري ويلعب ويكسب ومش عارف ايه وبتاع، بس في الاخر ما بياخدش الدوري. تعالى الاهلي ده كله بطولات. الجمله دي بالحرف اتقالت في الجزء الاول في فيلم اولاد رزق الجزء الاولاني. طيب الناس ليه ما اعترضتش عليها بالشده دي؟ ليه ما حدش طلع قال هو ازاي يقول كده؟ ازاي المنتج يطلع يقول كده؟ مش يعني ليه بقى؟ اقول لكم انا ليه. عشان تركي الشيخ. عشان تركي الشيخ يعني منتج او مش منتج، بيدعم الفيلم ده. بيدعم الفيلم ده بقوه، ان هو معمول في السعوديه وموسم رياض وقصه كده. لو احنا جينا بصينا على الصوره من بعيد وبصينا وشوفنا كده القصه كانت بيحصل فيها ايه، هنكتشف ان تركي الشيخ اكتر نادي دعمه في مصر هو نادي الزمالك، واكتر نادي خد منه فلوس هو نادي الزمالك، واكتر نادي مسنود او كان مسنود كان نادي الزمالك من تركي الشيخ. وحتى حسين لبيب هو اللي قالها، هو قال تركي الشيخ اللي كان بيصرف علينا. يعني حسين لبيب نفسه اللي كان بيقول كده. فيعني ده اللي مضايقكم عشان تركي الشيخ دعم الفيلم والفيلم اتقال فيه قضيه ومش عارف ايه وبتاع. طب ما هو عمرنا احنا ما اتضايقنا من فكره ان تركي الشيخ اكتر نادي دعمه هو نادي الزمالك. ما اتضايقناش من ده في بدايته خالص لما ظهر وعمل البروباجندا بتاعته وصرف على النادي، واحنا ما كناش فاهمين مين ده ودخل امتى وازاي وعمل ايه وايه وايه. ما شفنا يعني ما اتكلمناش في الموضوع ده. ليه بقى؟ عشان احنا كنادي اهلي او كاهلاويه عامه لو كنا فضلنا ماسكين في نقطه هو ليه تركي الشيخ بيدعم نادي الزمالك بس، ما كناش عملنا حاجه. بس احنا كنادي اهلي او كجماهير نادي اهلي بنبص على بعيد، بنبص على نفسنا. احنا دورنا لقينا لعيبه، جبناها اشتريناها، طورنا منظومتنا، طورنا اجهزتنا الاداريه، وحققنا انجازات انتوا لحد دلوقتي مش عارفين تحققوها كنادي زمالك. ليه؟ عشان احنا ما بنقفش عند نقطه، ما بنقولش اشمعنى ده ومش ليه. يا عم ركز في حالك، يا عم ركز في حالك، في المصاب اللي عندك والله هتحل كل مشاكلك. لكن انت ماسك ازاي لا ده الفيلم ما ينفعش يتقال فيه كده قصه حزينه. طب اقول لكم على حاجه، والله العظيم ثلاثه لو كانوا جابوا حد من نادي الزمالك، لعيب من نادي الزمالك ايا يكن هو، والله العظيم وطلع في الاعلان ولعيب نادي الاهلي اتريقت على لعيب نادي الزمالك، الناس كانت هتاخدها بهزار ومحدش كان طلع واتكلم، ولا حد كان قال اشمعنى ده واشمعنى ده. لا يا باشا، بس هو عشان لعيبه النادي الاهلي كلها هي اللي طالعه، وبالاخص امام عاشور وقفشه. الناس بقى متضايقه، اللي هو انت ازاي تجيب دول؟ انت بتدوس علينا احنا كزملكاويه؟ ما ينفعش. فده مختصر الموضوع وضحك وما فيهوش اي حاجه جد وكله هلس. وانا شايف بصراحه زي ما قلت ان دي دعايه ناجحه للفيلم لا اكتر ولا اقل، هو استغلال لنجوم مكسرين الدنيا وهيزودوا مشاهدات الفيلم. بس دي الفكره بقى. واللي انا مستغربه واللي انا مش فاهمه بصراحه يعني في موضوع الاعلان ده هو خالد الغندور. خالد الغندور طالع ويتكلم عن المبادئ وان هو ده تعصب وما ينفعش وفتنه ومش فتنه ومش عارف ايه بتاع. لكن انت لو بصيت برضو على الغندور من بعيد وشفت تاريخه وجبته من اوله لاخره هتعرف ان الغندور اداه لاثاره الفتنه مش اكتر. والله العظيم ما بيعمل حاجه غير كده، ان هو بيثير الفتنه، بيشعل الاجواء عند الزملكاويه، يبين للزملكاويه ان النادي الاهلي ده نادي كله
فلوس حرام، الدنيا عنده ماشيه بالحب، مفيش حد بيسند نادي الزمالك قد ما بيسند النادي الاهلي. البطولات اللي عنده دي كلها بطولات مزيفه. مين نادي القرن؟ نادي الزمالك مش نادي الاهلي، مبني على اساس ايه هو كده؟ ده خالد الغندور. طب لو انتوا برضو جيتوا بصيتوا زمان، لو انتوا بصيتوا على كل تصريحات خالد الغندور هتلاقيها كلها بتثير الفتنه من جماهير نادي الزمالك ومن جماهير نادي الاهلي. ما بيعملش حاجه كده. هاتوا انتوا الماده الاعلاميه بتاعه خالد الغندور. يعني خالد الغندور مثلا مش زي احمد شوبير. احمد شوبير هو اعلامي مخضرم، ذو خبره، راجل ذكي، بيعرف يتكلم مع الناس، عمره ما قال كلمه تشعل الاجواء لا من جماهير الزمالك ولا من جماهير الاهلي خالص. الراجل ناجح بايه؟ بانفراداته، باخباره، بكلامه اللي ما بيطلعش اي كلام. اول واحد في مصر قال ان رمضان صبحي في مشكله عنده في المنشطات واحتمال يتوقف كان هو. عمرنا احنا شفنا انفراد لخالد الغندور. بس خالد الغندور واخد الاجواء بتاعته من ده، من اثاره الفتنه، من الاخبار الهلس الزيطه من الاخر. وبخصوص خالد الغندور، في سكريبت موزع على اعلاميين الزمالك. السكريبت ده هدفه ايه؟ هدفه الغاء الدوري وافساد بطولة الدوري وانسحاب، زي ما بيقولوا يعني انسحاب نادي الزمالك قبل ماتش القمة اللي جاي اللي هو يوم 25 يونيو الجاري. طيب السكريبت ده مين اللي ماشي عليه بحذافيره؟ خالد الغندور. خالد الغندور والخضري وغيرهم، وغير طبعا اللجان الالكترونيه، القبضه جامد، كله بيوزع يا باشا. خد انشر كلمتين في الجروب ده، خد يا باشا انشر الكلام ده في الصفحه دي، اعملوا جو. طيب المهم يعني خالد الغندور زي ما قلت هو بيعمل او ماشي على السكريبت بحذافيره. بيقول ايه بقى السكريبت ده؟ أين مجلس الزمالك من ما يحدث في لجنة المسابقات والاستهزاء الذي يحدث في حق النادي؟ ويجب على الزمالك أن يتخذ قرار بعدم خوض مباراة الدور الثاني أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 25 يونيو الجاري. أمام نادي مين؟ النادي الأهلي. لأن ما يجري هو خارج إطار المنافسة. وهرجع لنقطة المنافسة ده عشان ده حتة تضحك يعني. تمام. وكيف يتواجد الزمالك في الدور الاول والثاني والاهلي لم يلعب مع بيراميدز ولا الدور الاول ولا الدور الثاني؟ فيجب على الزمالك ان يتخذ قرار بعدم خوض المباراة المقرر لها يوم 25 يونيو من الشهر الجاري الا بعد خوض مباراة النادي الاهلي مع بيراميدز للدور الاول. طيب ده اللي قاله خالد الغندور تمام بخصوص ماتش بيراميدز بتاع الدور الاول. طيب السكريبت ده بالظبط هو اللي اتقال عند الخضري. اتقال برضو ان ما ينفعش نادي، كلام موجه يعني النادي الزمالك على سن نادي الزمالك ما يعرفش او مش هو اللي قايل اللي يعملوا كده. نادي الزمالك ان هو ما ينفعش يخوضوا المباراه ده مباراه الدور الثاني الا لما النادي الاهلي يخوض مباراته مع بيراميدز الدور الاول علشان شكلنا بقى وحش وكلام من ده يعني. فهو سكريبت زي ما قلت وخطه ماشي عليها الكل وشكلك وحش ويعر من الاخر بصراحه يعني. مش عايز اكدب عليكم بس ده منظركم بجد والله العظيم ما بهرج. ده منظركم ماشيين كلكم على نفس الخط على نفس اللاين. طب نوعوا يعني، واحد يقول جمله تاني يقول حوار تاني مشابه ليه، نوعوا في القصه. لكن انتوا ما شاء الله عليكم كلكم ماشيين بنفس النهج في نفس الخط. تاني بقى الموضوع المنافسه اللي كنت عايز اتكلم فيه. معلش هو فين المنافسه اللي ما بين نادي الزمالك ونادي الاهلي؟ نادي الزمالك بينافس دلوقتي على المركز العاشر، ال11، التاسع، الثامن، في الحدود دي يعني. نادي الاهلي بينافس على المركز الاول. ففين المنافسه؟ فين اصلا انتوا يعني المنافسه دي لما انا مثلا انا وانت بنلعب على المركز الاول بيبقى في منافسه شرسه عادي زي اللي احنا كنا بنشوفه زمان. لكن دلوقتي المنافس الحقيقي لينا بيراميدز، مش انت خالص. انت مش متشاف اصلا. انت يا باشا بتلعب فين؟ انت لو وصلت المركز الخامس يبقى كويس. فانت مش المنافس بتاعي حالي. انت مش موجود بالنسبه لي. انا دلوقتي بلعب على المركز الاول. مين اللي في المركز الاول؟ بيراميدز. في مين؟ بيراميدز. امتى ده حصل؟ من فتره.
كنتوا انتوا مش موجودين. ف يعني نادي بيراميدز هو المنافس بتاعي مش الزمالك. احنا بينا فروق. شوف عودك من عودي، حضرتك في المركز ال11، انا في المركز الخامس، وفاضل لي ماتشات لو كسبتها باذن الله باذن الله هبقى مركز الاول بفارق نقطه عن نادي بيراميدز. يعني لو الماتشات اللي انا بلعبها كلها كسبتها هبقى فارق نقطه واحده بس عن نادي بيراميدز وهبقى المركز الاول. فانا كده بنافس على مركز اول مع نادي مش نادي الزمالك. فما تجيش تقول بقى ايه يعني منافسه ومش منافسه، عشان انت بعيد عن المنافسه. انت حاليا انت بعيد عن المنافسه. فاتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. كل سنه وانتم طيبين وشكرا.